حبايبي الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابا وماما، هنحكي حدوتة صغيرة قبل النوم. حدوتة النهاردة اسمها عمر في المزرعة. عمر بيحب كل فترة يروح مزرعة جدته لأنه بيتبسط فيها جدا، وكل يوم يسأل مامته هنروح امتى يا ماما، ومامته تقوله يومين وهنروح يا عمر. المهم عدى اليومين دول وعمر قال لمامته يلا يا ماما نروح لتيتا، دي وحشتني قوي، وكمان نفسي أزور المزرعة. خلاص يا عمر، أنا جهزت كل حاجة، يلا بينا نتحرك. وهم في الطريق عمر تعب شوية ونام، وبعد ساعتين مامته صحته وقالت له عمر، يلا يا عمر اصحى، احنا وصلنا خلاص. احنا وصلنا يا ماما لتيتا، الحمد لله. يلا يا عمر انزل بالراحة. ماشي يا ماما. ونزل عمر ومامته من العربية، وأول ما شاف جدته قال لها وحشتني قوي يا تيتا. وانت كمان وحشتني قوي يا عمر. يلا يا حبيبي تعالى عشان تتغدى، انا حضرت الغدا. بس أنا عايزة أشوف المزرعة. هنتغدى الاول يا عمر وبعدين هتطلع تأكل الحيوانات. عمر فرح جدا وقال لها حاضر يا تيتا، وقعدوا كلهم يتغدوا. الله يا تيتا، الأكل طعمه حلو قوي. بالهنا والشفا يا عمر. وبعد ما خلصوا أكل راحوا فعلا على المزرعة، وتيتا جابت الأكل بتاع الحيوانات علشان يأكلوه. وعمر كان فرحان جدا وكان عمال يجري وسط الزرع والشجر، وجدته قالت له يلا يا عمر تعالى، تعالى عشان تأكل معايا الغزالة. الله يا تيتا، دي غزالة حلوة قوي. وبعدين راحوا يأكلوا الفراخ، وبعدها جدته سابته يأكل باقي الحيوانات. وعمر كان في الأول بيأكلهم وبيلعب معاهم بكل حب. وبعد شوية عمر طلع يجري ورا الحيوانات ويخوفهم، والحيوانات تجري وهي خايفة، وهم كمان كلهم كانوا بيجروا وهم خايفين. وعمر كان مفكر إن دي لعبة. المهم وهم بيجروا في غزالة وقعت في حفرة كبيرة جدا، وعمر وقتها خاف جدا وراح ينادي على جدته. وجدته وصلت وحاولت تطلع الغزالة، ولكن للأسف الغزالة رجليها كانت اتكسرت. وعمر زعل جدا وجدته زعلت منه جامد، وعمر اعتذر لها إنه هو ما كانش يقصد، وإنه هو اتعلم من غلطه وعمره ما يجري تاني ورا الحيوانات. وانتوا كمان يا أصحابي اوعوا تجروا ورا الحيوانات وتخوفوهم، هما بيبقوا عايزين يحسوا بالحب وإنكم بتأكلوهم. وأشوفكوا الحلقة الجاية، مع السلامة يا أصحابي.